السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم جولة. هذه الصورة منشورة منذ البارحة على تويتر على صفحة حساب الدوري الفرنسي الأول. نرى أيوب بوعدي يستجيب لاستدعائه من طرف الفريق المغربي، ورسميا وبدون نقاش قرار لا عودة فيه قائد منتخب الشباب الفرنسي ينضم للائحة المغرب الرسمية والنهائية، والمقرر تقديمها للفيفا على أساس المشاركة في مونديال يونيو 2026. إنه اللاعب المثير للجدل أيوب بوعدي. كيف اختار المغرب؟ وهل صحيح لم يتم اختياره للمغرب إلا بعد استبعاده من لائحة فرنسا؟ هذا الاختيار للاعب أيوب بوعدي أصبح ترند وأثار الكثير من الجدل، لدرجة أن بعض الآراء اليوم ذهبت للقول أن أيوب بوعدي لم يختار المغرب إلا لأن الفريق الفرنسي الأول لم يقم باستدعائه للمشاركة في كأس العالم. وطبعا هذا ليس صحيحا، لأنه فقط كلام من طرف المستهلكين والحساد. فقد جاء في صفحة لو باريزيان الفرنسية هذا الخبر كالتالي: فرنسا تتحسر على ضياع هذا الأمل الكبير لكرة القدم الفرنسية ويختار تمثيل المغرب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اختياره كان نابعا من القلب بمحض إرادته وبإرادة عائلته وتبعا لأصوله المغربية. إذن فالمغرب يصبح أقوى فأقوى. هناك بناء تصاعدي ويمكن له أن يحلم بكأس العالم، وذلك بشهادة كبار خبراء كرة القدم، من بينهم المدرب الفرنسي ديدي ديشامب، والذي خرج في آخر مقابلة له مع الصحافة وذكر المغرب ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم إلى جانب المنتخبات القوية والمعروفة عالميا. كانت هذه جولتنا، وإلى فيديو قادم لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.